ما كتستثمروش في بلادكم. علاش؟ مثلا فلوسكم ما نستافدوش منها حتى حنا كمغاربه، بحكم انكم نتوما مغاربه تخدموا ولاد الشعب. شي قانوني كلشي باين، وصل المغرب تبلوكا وبقى في الديوانه حتى تم الاعدام ديالو. للاسف ما خرجوش يعطيو الناس، ما عرفناش شنو السبب. اسمع هنا الخطير، اسمع الفريق الحركي اش كيقول، واسمع الحكومه باش كتجاوبوا. شوف الخطر فين كاين. والناس باغيين يستثمروا، الناس راه باغي تعطي زباله فلوس. سمحوا لي على هاد المصطلحات هادو، الناس باغا تحط فلوسها ولكن ما بغاتش اللي يشمتها. الناس دابا باغا تستثمر بالملاير وكيقول لها واحد اني 20% بغيتي تستثمر. واش هاد البلاد ديال باك؟ واش هاد البلاد مخلي علينا باك؟ سيدنا السلام عليكم. قبل ما نهضر على هذا الملف اللي فيه وثائق خالده بريحه الفساد، اعزكم الله وسمحوا لي ما لقيتش شي مصطلح اللي يقدر يشفي الغليل ديالي على هذا الشيء اللي توصلت به اليوم. غادي نناقش معكم واحد السؤال كيدور لينا كاملين في دماغنا. اسيدي حنا فين ما نهضروا يقولوا علماء المغاربه مسيطرين على العالم، الرشيد يزامي صنع بالطاريه، لطيف الودغيري عالمه من اكبر العلماء في ميريكان في النووي، كمال الودغيري، عبد الجبار منيره اللي في اللجنه ديال نوبل. هاد الناس اللي صنعوا سياره كتمشي بالهيدروليك هادو كاملين مغاربه، حنا ما كنستافدوش منهم. علاش خويا كيجيوش يديروا استثمارات عندنا في البلاد؟ شنو واقع لهم؟ شنو يوقع لهم كاع؟ شاد الوطنيه فيهم هاد الناس هادو اللي كيمشيو لبلاد اخرى؟ شنو زعما عرفات لي ما عطاتهم فلوس؟ لا بلادي احسن. ولكن هاد الناس هادو واش ما كتعرفوش شنو كيوقع لهم؟ غنهضروا ايطاب باغ ايطاب. قبل في الفيديو غنتعرفوا على جوج ديال الشخصيات، تقدر اول مره تعرفهم وكذلك تقدر تكون ديجا كتعرفهم، وغنزيد نعرفك بهم. هاد الشخصيه غتكون معنا في الفيديو صوت وصوره، وغتهضر هي كشهاده حيه على هادشي اللي غادي نقول باش نخرجوا من ديك البلا بلا وهاد السيده داي باغي يعارض. او ميم طو نهضروا نشوفوا واحد الشخصيه نعرفكم بها اللي نتوما اصلا كتعرفوها. نبداو. سي هشام جيراندو، السلام عليكم. والسلام سي اشرف، وشكرا جزيلا على الاستضافه ديالك ليا. سي هشام خليك معايا غير دقيقه نعرفهم بالشخصيه الثانيه واللي كتحكم المغرب في 40 مليون نسمه، وهو تيتحكم اكثر من مليون مغربي. كيفاش هذا الحماق؟ حيت متحكم في 40 مليون نسمه في القرارات ديالهم كرئيس الحكومه ورئيس جماعه اكادير اللي فيها 500 الف نسمه قراراتهم الاداريه والاجتماعيه في يدو، ورئيس الحزب. ولكن هادشي ماشي كيهمنا، اجي ندخلوا للمسقي. تصنت ليه اللهم بارك، الله يزيدو والله يقوي ليه في الفلوس ديالو، حتى السيد هذا ولا مثال عند جميع المستثمرين في العالم كامل وماشي غير المغاربه، خصوصا ان الثروه ديالو تدوبلات بجوج في عام واحد. دابا غير رجع حسب معايا باش ما نتلفوش مزيان. كنقولوا ان هذه الشخصيه هذه رئيس الحكومه، رئيس جماعه ديال اكادير، ورئيس الحزب، ورئيس مجموعه اكوا. باش ندخلوا للمسقي، اش كدير هاد اكوا هذا؟ شركه اكوا القابضه اللي فيها ما يقارب بزاف ديال الشركات بلا ما نذكروهم كاملين، غنذكروا غير طوب فيهم. انها في اللوجيستيك كتسيطر على 60% من مجموعهم من السوق الوطني في التخزين ديال المحروقات، يعني هي الشركه ديالو اللي كتبيع للشركات الاخرين المحروقات، كتخزن لهم وتبيع. اما في الموضوع ديال الاعلام مسيطر رقم واحد في الاعلام. اما في الموضوع العقار والسكنه والمهن السياحيه دخل وقلب. الاكسجين والغاز اللي كيتستعمل في الطب ما هو طبي كذلك عنده نسبه فيه. اما الغاز ديال البوطه اللي كناخذوه البوطه كيسيطر على السوق في 45% منه. اما الغاز النفطي المسال و62% ديال السيطره. اما التوزيع ديال الوقود والزيوت ديال التشحيم كيمثل 39% من السوق. اما السوق ديال الوقود 20% من الزيوت. هادشي كامل كيسيطر عليه هو. ما شاء الله، اللهم زيدوا اللهم بارك. انا ما غاديش غندخلوا دابا مسكي وغنرجعوا عند جيراندو. سي جيراندو، شكون انت واش كدير في حياتك؟ الاسم ديالي هشام جيراندو، من مواليد 1976. جيت لكندا في سنه 2009 بعد صراع كبير ومعاناه كبيره. استطعت انني الحمد لله اليوم ادير مجموعه جيراندو للاستثمار اللي فيها جوج ديال ماركات عالميه في اطار النسيج. عندنا كذلك استثمار في مجال المحاسبه. عندنا كذلك شركه ديال تصفيه المياه، الاستيراد والتصدير، الانتاج السمعي البصري. وكنحاولوا نستثمروا في حاجات كثيره. علاش؟ لان التنوع ولا ضروري في اطار هذه الازمه الحاليه اللي كاينه. تم الانتخاب ديالي مؤخرا على راس SDC، وهي مجموعه استثماريه ضخمه كتضم 2700 شركه بحال قلنا اتحاد شركات كنديه. وتم انتخابي للدوره الثانيه، يعني دوزت عامين دابا في العامين الثاني الحمد لله، واعتبر العربي الوحيد اللي كاين في هذه المجموعه هذه. وهذا شرف كبير ليا لاني كنمثل ليس فقط هذه الشركات ولكن كنمثل حتى بلادي. ما شاء الله، الله يزيدك والله يبارك انت السي جيراندو. ولكن كيبقى فيا الحال ملي كنشوف شخصيات بحالكم ما شاء الله واصلين لهذا النيفو هذا ديال العالميه، ولكن ما كتستثمروش في بلادكم. علاش؟ مثلا فلوسكم ما نستافدوش منها حتى حنا كمغاربه، بحكم انكم نتوما مغاربه تخدموا ولاد الشعب. شو السبب اللي كيخليك عندك شركات ها في تركيا في الاخر ما تدخلش تستثمر عندنا السي جيراندو؟ للاسف السي اشرف ما عندي حتى شي استثمار في المغرب، وما كرهتش، لان عندنا واحد المثل في المغرب زوين كيقول حتى شي قط ما كيهرب من دار العرس. وكمستثمر خصكم تعرفوا بلي راس المال جبان،
بحالي بحال الناس. فاش كنشوفوا مثلا واحد المجموعه من المشاكل وقعت للناس بحال السيد ديال لافاتزا اللي وقعوا له مشاكل ديال المنافسه غير شريفه والضغط وكذا وكذا حتى مشى للافلاس، ولا السيد اللي جا من ايطاليا بغى يدير احسن واحدث مصنع ديال مشتقات الحليب وحتى هو اللي ما نجحش. بحال السي هشام، ولكن كنشوف كهضرتي على الناس. مثلا انت ما هضرتيش على راسك، يعني كما قلتي انت طاقه ما كيهرب من ضلعات. انا نقول لك واحد المثل تنقولوا اللي ما عرفك خسرك. واش حاولتي انت تستثمر؟ راهو لك شي مواقف، يعني كاع الامثله اللي عطيتينا تهضر على الناس، وما بغيت نظلم حتى شي واحد، فهمتي؟ باش واش انت طرا لك شي موقف من شي بعض المواقف اللي وقعت لي بعض المواقف، منها الموقف ديال هذه عامين تقريبا في وقت الجائحه ولا مباشره، واحد شويه مر الجائحه جات عندي جمعيه قالت لي راه خصنا نعاونوا الناس في المغرب، حيت هاد الناس هادو محتاجين في الجبال، كاين البرد، ناس فقراء ما عندهم ما يلبسوا. فهاد الناس هادو جابوا حوايج، زدت انا من عندي تقريبا واحد كونتينر 20 بي ديال الحوايج جداد فيها جواكت، لي بوت، الحوايج ديال الدراري الصغار ايتو. صوبنا هذا الكونتينر غادي من جمعيه لجمعيه، كلشي قانوني كلشي باين، وصل للمغرب تبلوكا وبقى في الديوانه حتى تم الاعدام ديالو. للاسف ما خرجوش يعطيو للناس، ما عرفناش شنو السبب. ولكن الله المغرب المنسوور زازات، لولا المبادره الملكيه كون راكم 200 بالالاف تحت الثلوج اليوم. الحاجه الثانيه اللي وقعت لي هو ان العام اللي داز عيط لي واحد الصديق قال لي كاين عندنا مشكل في التمر مجهوله، محتاجين التمر، واش تقدر تساعدنا؟ عيطت لامريكا، عندي اصدقاء في كاليفورنيا قالوا لي كاين، لقينا صيفطوا لي زيشونتيون توتي اوكي. فاش جيت نصيفطو عيط لي واحد السيد من المغرب قال لي يا هشام كي داير بخير لاباس عليك، شنو الجديد؟ قلت له راه كنخدم في التمر. قال لي كيفاش؟ قلت له راه التمر غنصيفطو من كاليفورنيا للمغرب. قال لي حبس ما دير حتى حاجه، قال لي ديك الفلوس ديالك راك كتهزهم وترميهم في الزبل. قلت له علاش؟ قال لي حيت كاين عائلات هي اللي كتحكم في التمر في المغرب، وكون على يقين ان داك الكونتينر غادي يمشي للمغرب، غيبقى في الديوانه تما حتى يدود، وغادي يرميوه في البحر وغتخسر فلوسك للاسف. بحثت شويه واش كاين شي قانون اللي غيحمي هاد المستثمرين اللي يدخلوا، مستثمرين خصوصا من الجاليه. شنو غادي نلقاو؟ غادي نبدا معكم ايطاب باغ ايطاب. في العيد العرش يوليوز 2022 جلاله الملك في الخطاب ديالو كان كيدقق على المعيقات الاستثماريه والعراقيل اللي كاينه في المغرب، وكيخص بالذكر الخطاب ديالو ديال 20 غشت 2022 الى جميع المؤسسات العموميه والقطاع المال والاعمال الوطني المطالبه بالانفتاح على المستثمرين من ابناء الجاليه، وذلك باعتماد اليات فعاله من احتضان ومواكبه والشراكات بما يعود بالنفع للجميع. يعني كلشي خصو ينتعش، كلشي خصو يخدم. جلاله الملك كيجدد الدعوه للشباب الحاملين المشاريع خصوصا من ابناء المغاربه المقيمين بالخارج للاستفاده من الفرص الاستثماريه الكثيره بالارض الوطن مع تحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد. هنا في الميثاق الاستثمار الجديد بغيت نشوف واش كاين شي قانون. شغل تتفاجئ، اسمع مزيان، بعدا كاين مقترح قانون وكاين القانون. كاين واحد التغيير في الماده الاولى، اسمع مزيان اش كيقول لك. دري السنتيسي والزين والفريق الحركي في مجلس النواب اللي هما الوحيدين اللي في اطار البحث ديالي كنلقاهم هما الوحيدين اللي داروا المقترح ديال القانون باش يغيروا الماده الاولى، باش يغيروا ماده وحده من القانون. شي يقول لك هذا؟ اسمع هنا الخطير، اسمع الفريق الحركي اش كيقول، واسمع الحكومه باش كتجاوبوا. شوف الخطر فين كاين. الفريق الحركي كيقول لهم انا بغيت نغير غير الماده الاولى. كيف تغير الماده الاولى؟ علاش؟ شنو هو؟ انكم ديروا لنا واحد المكاتب في اطار الجهويه، انكم ديروا لنا واحد المكاتب باش يجيو هاد الناس هادو اللي باغيين يستثمروا تلقاو فين يجلسوا، ما يبقاش يقلبوا على السماسريه. الناس كيدخلوا باش يستثمروا كيلقاوها السماسريه وصحاب ال 20% اللي كتهضر معاك يوك عطيني 20%، ما يدير والو، ما يلزم يحط عطيني 20%. هنا اش يقول القانون الماده الاولى؟ نديروا مراكز زي عندنا مراكز جهويه ما تخسر والو. اسمع على الاقل على ما تخسر والو، حط فيها موظف ولا جوج يستقبلهم. وعلى خصوص القنصليات نحطوا مكاتب لهاد الناس اللي في الجاليه يعطيونا افكار الاستثمارات كيفاش نعاونوهم. ما تقدرش تخليهم يدوروا واحد من هادو عائلات اللي على رؤوس الاصابع اللي كتحكم في مجموعه ديال القطاعات في هذا المغرب. هذا هو المقترح اللي قدمته الحركه الشعبيه باش غيجاوبها الحكومه. ما عندناش الفلوس، وهذا المقر ديال المركزيه اللي ناويين ديروه في الرباط وهذا الشيء اللي بغا نديرو في القنصليات غادي نخليوه غير الضروره حيت ما عندناش الامكانيات. والمخطط الاخضر تخسرات عليه 150 مليار ديال الدرهم، استفدنا منه. هادو على الاقل غنستافد. تخيل معايا انت باغي استثمارات تدخل عندك البلاد وكتقول لهم ما عنديش فلوس باش نستقبلكم، سيروا عند السماسريه. سير بغيت تستثمر، سير عند واحد يقول لك عطيني 20% ولا بغيتي تدخل لبلادك. يعني مقترح قانون 16 اي واحد مسؤول في هذه البلاد يتصنت ليه ويغيروا من الماده الاولى وخليو الجاليه المغربيه تمشي تستثمر. الناس باغيين يستثمروا، الناس راه باغيين تعطي زباله فلوس. سمحوا لي على هاد المصطلحات هادو، الناس باغا تحط فلوسها ولكن ما بغاتش اللي يشمتها. الناس دابا باغا تستثمر بالملاير وكيقول لها واحد عطيني 20% بغيتي تستثمر. واش هاد البلاد ديال باك؟ واش هاد البلاد مخليها لينا باك؟ هاد البلاد راه ديال كلشي،
وخطاب جلاله الملك نصر الله كان واضح، ها هو واضح. خطاب جلاله الملك واضح كيشد الدعوه للشباب حاملين المشاريع المغاربه المقيمين بالخارج للاستفاده في الفرص الاستثماريه الكثيره بارض الوطن، مع التحفيزات ماشي مع السرقه، مع التحفيزات المسؤولين، مع التحفيزات والضمانات. ضمنوا لي رزقي، ماشي واحد تيحط رزقو وما عرفش واش فين كاين. غادي نرجع عندك اخويا جيراندو، غادي نقول لك غير سؤال واحد، واش ما كتفكرش تدخل لهاد البلاد هادي؟ وشنو هما المعيقات؟ اسمح لي زعما نفعلش، حيت فريمون هادشي تيخليني نفعل. انا كنجدد الدعوه ديالي بناء على خطاب جلاله الملك. واش تقدر تدخل لهاد البلاد وما كرهتكش تدخل لهاد البلاد؟ على الاقل غير نتشافعوا منك، راه الشباب هنا كتموت بلاص ما يحرقوا عندك. حرق عندنا خويا غير شي شويه ديال الاستثمارات والله يكثر من امثالك. وبناء على هادشي هذا راه كنهضر مع مجموعه ديال المستثمرين من غيرك، راه ماشي غير انت، راه كنهضر على الناس اللي فاقدين الامل. كنقول لكم هيا عاودوا ثقوا في بلادكم وعاودوا حاربوا المسؤولين. ما تبقاوش تقولوا ديك الكلمات خلي هذيك البلاد راه ما غتعطيني والو. اجي والله يرحم بكم، راه خليتونا منهم اليوم، راه ما كنا عارفين حتى شنو نديروا. ما كرهناش اخي اشرف، ومازال عندنا امل كبير في ان بلادنا واحد النهار غادي دار لها واحد لابلاتفورم ديال الاستثمار. غير خص كاين شي حوايج اللي خصها تاكد، بحال دابا مثلا عندك داك القانون ديال التيتر فونسي اللي ما كيحميش التيتر فونسي. هذا قانون خطير، لان الانسان ما يمكنش كل 4 سنين خصو يفيريفي واش الملك ديالو كاين ولا ما كاينش، لان كاين ناس كتهاجر 10 سنين 8 سنين ما يمكنش انت غترجع تلقى الاراضي ديالك تبناو فيها ديور وما عندك ما دير والو. كيقول لك سير للمحكمه. كيخص تحط واحد القواعد ديال الاستثمار ويكون كلشي بحال بحال، وما يكونش هذه العائله مسيطره على هذا المجال، هذه العائله مسيطره على هذا المجال. لا، نخدموا كاملين ونافونسيو بلادنا كاملين. وحاجه اخرى اللي مهمه واللي كتضرني انا بزاف، انا دابا ما قادش نستمر في المغرب من اجل ارائي السياسيه. فنقدر نختلف انا وياك، نقدر ما نكونش معاك داكور في بزاف ديال الحوايج، ولكن خص البلاد هي اللي تكون الاسمى فوقنا كاملين. خص تكون حريه التعبير وخص يكون حمايه الراي، لان الراي الا كان كينتقد راه كينتقد في المسار الصحيح. راه كننتقدك لان بغيتك تكون احسن، ماشي بغيت شي حاجه اخرى. وفي النهايه كنقول نتمناو الخير والله يسهل علينا ويسهل على بلادنا ويكون ان شاء الله مستقبل احسن. تحياتي. الضيف ديالنا جيراندو تبارك الله عليك، كذلك الضيف ديالنا السي عزيز اخنوس تبارك الله عليك. واخا ما كنتيش معنا اليوم ولكن كنتي حاضر بقوه، كنتي حاضر بقوه معنا في هذا الفيديو هذا. شكرا ليك السي عزيز اخنوس، وشكرا خي جيراندو وتبارك الله عليكم.